حق الجار في الإسلام. الجار في الإسلام ليه حقوق كتيرة جدا جدا جدا. كلمة حقوق يعني مش بتجب عليه وانت بتديها له، لا، ده حق ليه شرعه ربنا سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام في السنة. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الجار في الإسلام ليه حقوق كتيرة جدا جدا علينا. الجار في الإسلام حاجة كبيرة خالص، مش حاجة بسيطة تقدر تتعامل معاها. انت حواليك في مجتمعك في جيران حواليك، البيت اللي جنب منك، البيت اللي بعده، البيت اللي بعده، البيت اللي بعده. المجتمع الصغير ده اللي انت عايش حواليه ده مهم جدا جدا ليك، وليه حقوق عليك، وانت ليك حقوق عليهم. ليه ليك حقوق عليهم، وليه هم ليهم حقوق عليك؟ ليه؟ علشان انتوا جيران. اي حاجة بتعملها بتأثر على جيرانك، واي حاجة جيرانك بيعملوها بيأثروا عليك. فعشان كده لازم تكون العلاقة بينكم علاقة كويسة. المجتمع المسلم يكون مجتمع مسالم ومحب لبعضه. تتخيل انت لو حصل لك مشكلة، اول واحد هيغيثك مين؟ هو جارك اللي جنب منك، مش حتى اخوك ولا ابن عمك اللي قاعد في اخر الدنيا. تخيل جارك لو رمى زبالة عند بيته وهو لازق فيه، شوف انت هتتأذى منه ازاي، فما بالك لو جارك ده رمى زبالته عندك انت جنب بيتك. الموضوع هيكون صعب جدا. فعشان كده لازم كل واحد يهتم بجاره ويراعي أحاسيسه. الجار في الإسلام مهم جدا. الرسول عليه الصلاة والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني تخيل كتر توصية سيدنا جبريل الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار، فكر إن هيكتب للجار ده في الميراث. وصية الرسول عليه الصلاة والسلام بالجار مهمة وكبيرة. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: والجار ذو القربى والجار الجنب. يعني كل ما يكون الجار ده قريب منك، ويا سلام لو كان جارك وقريبك في نفس الوقت، فحقوقه عليك بتكون أكتر وأكبر. يا جماعة، جيراننا مهمين جدا جدا في حياتنا. انت هتتأثر بيهم وهم هيتأثروا بيك. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من ذاك يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. قالوا: وما بوائقه يا رسول الله؟ قال: بوائقه هي شره. عايز اقول لك ان انت لو بتأذي جارك فانت بتقعد لمقعدك في النار. لما اتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حد ان هي واحدة يا دوبك بتأدي الفرائض لكن بتحسن الى جيرانها، فالرسول قال هي في الجنة. ولما قالوا له على واحدة تانية ان هي بتأدي كل الفرائض وكويسة جدا في كل حاجة لكنها بتأذي جيرانها، الرسول قال على طول هي في النار. تخيل قيمة الجار قد ايه، ان مجرد اذيتك لجارك ممكن تدخلك النار وقاع جهنم. يا جماعة، لازم نحسن كلنا الى جيراننا. جيراننا حاجة مهمة في حياتنا. جيراننا هو الأمان والسند. جيراننا هو طريقنا إن احنا نخش بيها الجنة بإذن الله. يا جماعة، يا ريت نهتم بالجيران. الحديث اللي بدأنا فيه في البداية، الرسول وصانا كمان على إكرام الضيف. تخيل لما يكون جارك وكمان جالك ضيف عندك، فأنت مش هتؤمن إلا لما تحسن إليه. وفي الآخر يا جماعة، يا ريت لو حد هيتكلم يقول كلمة خير، يا ما يتكلمش خالص، وليقل خيرا أو ليصمت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.